اخيرا يا رجاله خلصت السنه بنت دي. الحمد لله طلعت منها عايش وبكامل القوى العقليه، واحلى مسا على دفعه 2008 اللي باذن الله ثالثه سنه تكون خفيفه عليهم شويه. وصحيح يا جدعان، متشكر جدا جدا انكم وصلتوني 1000 مشترك. بقى الهدف دلوقتي ان نوصل ل 10000، واكيد عارف ان انتوا اتبضنتوا من فيديو 5 او 6 دقايق، وبصراحه وانا كمان، لان حرفيا الجهاز اللي عندي اول ما يلمح ان مونتاج الفيديو عدى 4 دقايق اجري يالا هي ده عبده. قعدت مع نفسي وبدات اشوف الجهاز الجديد اللي محتاجه وايه القطع اللي محتاجها تنفع لبسوس في مونتاج تقيل، ولقيت ان حق التجميع دي حاليا 35000. فيلا بقى كده يا جدعان، تكبيس تكبيس، واحد منكم كنترول الاسد، فرختين، وان شاء الله بعد ما اجيب التجميع هنبدا في الهدف اللي بعده، هو ان نعمل سيت اب فاجر عشان اطلع فيس كام بقى ونعمل بسوس ونلعب سوا. وبس كده، ده اللي انا كنت عايز اقوله. نرد بقى على الاسئله اللي انتوا سالتوها لي على المنتدى. اسمك ايه الحقيقي؟ طولك كام؟ زنيت قبل كده؟ تمام يا رجال، مبدئيا كده ده واحد صاحبي واسمه مش كريم، فيا بس عشان ما نظلمش حد فهرد على الاسئله. اسمك الحقيقي ايه؟ طولك كام؟ مالكش دعوه. زنيت قبل كده؟ انت ليه جامد كده وايه سر جمدانك؟ طبعا ما اقدرش اقول سر جمداني، وما اقدرش اقول انا ليه جامد كده لانه مرتبط بسر جمداني. ازاي بتتعلم المونتاج؟ علمت نفسك ولا اخدت كورسات؟ قد ايه بياخد منك وقت تجهيز فيديو واحد من البدايه للنهايه؟ ولو القناه ضربت وبقيت مشهور ايه اول حاجه هتعملها؟ يا جدعان اكتبوا الاسئله كلها في تعليق واحد. المهم، لو على ازاي بتعلم مونتاج، فانا كل فيديو مونتاجي بيتحسن على اليوم اللي قبله، وده برده معناه ان علمت نفسي. وقد ايه بياخد مني وقت تجهيز الفيديو على حسب الفيديو على حسب اليوم برده، بس على العموم ممكن ياخد 4 أو 5 ايام لو بعمل فيديو 7 دقايق. لو القناه ضربت وبقيت مشهور هدوس عليكم كلكم. هل اليوتيوب بيكسب حلو بس ولا حلو فشخ؟ يا اسطى انا لسه لحد دلوقتي ما طلعليش جنيه، بس اللي مخليني مكمل هي تعليقاتكم اللي زي العسل. خدوا قلب يا رجاله. ايه هدفك في الحياه؟ انت علمي ولا ادبي؟ هدف في الحياه عموما لسه مش عارفه بالظبط، بس غالبا بتوصل لهدف معين لما تحقق اهداف صغيره، ولما الاهداف دي تكبر وتكبر تلاقي نفسك قربت. زي دلوقتي مثلا هدف ان اجيب التجميع اللي نفسي فيها واعمل سيت اب فاجر، واشوف بقى ايه اللي هعمله بعد كده. وانا علمي، بس علمي ازهر عشان ما حدش يسال انا علمي علوم ولا علمي رياضه. هل صليت على النبي عليه الصلاه والسلام؟ صلوا على النبي يا جدعان. هل فكرت قبل كده تعمل لعبه وانيميشن؟ تصدق يا اسطى والله فعلا جربت اعمل لعبه 2 دي قبل كده، واول لعبه عملتها كنت عايز اعملها على يونيتي، بس لقيت الموضوع صعب جدا، وحولت على جودوت بس الموضوع كان صعب برضه، فمسحت كل الملفات اللي كنت المفروض اعمل بيها اللعبه. يا اسطى هو انت بتحب كواي او تيك توك؟ بكرههم الاثنين. ازاي اعمل مونتاج زيك؟ مونتاجك هاتف ولا كمبيوتر؟ اسم قناتك القديم كان ايه؟ هل في فيس كام؟ بص، المونتاج انواع كتير وكل واحد وابداعه، وانا بمنتج من الكمبيوتر، وكنت مسمي قناتي القديمه زوم. وهل في فيس كام؟ والله احتمال الفيديو الجاي. لماذا نحن هنا؟ والله يا اسطى ما اعرف، لو عرفت بقول لي. ليه غيرت محتواك؟ السبب والمحتوى الجديد نار. اول ما فتحت القناه القديمه كان كل هم ان اطلع فلوس من المنصه دي، ولقيت نفسي عندي معلومات مش قليله عن الهاردوير، قلت هو ده هيبقى المحتوى، بس كنت بعمله من غير نفس، والمونتاج روتيني، اجيب المعالج احط تحتيه الاسم وبعدين المواصفات، ما كنتش عارف ابدع او احط حاجه في المونتاج، او مش بتكلم حتى بشخصيتي، وبدا الموضوع يبقى ممل مع ان الارقام اللي كنت بجيبها كانت حلوه بالنسبه للقناه لسه بتبتدي، غير ان كل فيديو كنت بلاقي تعليقات جديده تماما عن الفيديو اللي قبله، يعني اللي شاف الفيديو خلاص خد المعلومه وقلب. ونوع المحتوى نفسه عموما كان عامل سور بيني وبين المشتركين، فما كنتش عارف اتفاعل معاهم او اقرب منهم اكتر، عشان كده قررت ان اغير المحتوى. ويا الله، التعليقات والدعم المعنوي بتاع المحتوى ده جبار. اكتر جمهور بتكرهه سواء انمي او العاب وعايز تبقى ايه؟ كبيره قوي كلمه كره دي اصلا. انا مش بكره حد بمعنى الكره، انا ممكن اكون بتبضن منه، ونوع الجمهور اللي بتبضن منهم هم الجمهور المهووس قوي بلعبه او انمي او اللي بيتفرجوا عليه. وعايز ابقى زي مين؟ والله عايز ابقى زي هيومن احمد الانسان. عايز ابقى انسان. ليه كل الناس بتهاجم اللي بيشرب بيبسي بس مش بتهاجم اللي ماسك ايفون؟ والله اجمد سؤال في الفيديو ده. غالبا السبب ان الناس بتركز على منتجات زي بيبسي لانها سهله الملاحظه وسهل الاستغناء عنها، دي حاجه بتتشرى كل يوم وسعرها بسيط ولها بدائل كتير، فقرار المقاطعه فيها بيبان اوضح. انما منتجات زي الايفون دي غاليه وبتتجاب كل كذا سنه، والناس شايفه ان الاستغناء عنها صعب. كمان مش كل الناس عندها نفس مستوى الوعي او المعلومات عن الشركات والدعم، وفي ناس بتتاثر بالترند اكتر من المبدا نفسه، فيبقى سهل يجلدوا حد عشان بيبسي بس يتجاهلوا الايفون لانه داخل في حياتهم اليوميه بشكل اعمق. يا رب تكون اجابتي ليك مقنعه شويه. هل انت تعتقد ان كوميديا مع شتايم بتزود مشاهدات؟ زائد انت جامد قوي ليه؟ بص يا نجم، الكوميديا اللي فيها شتايم فعلا بتجيب مشاهدات اسرع، لان الناس بتحب الكلام اللي فيه صدمه ومباشر، بس المشكله انها بتكون ضربه سريعه مش هتخليك تكمل على المدى البعيد، يعني ممكن تضحك الناس النهارده بس تبعد عنك فرص كتير بعد كده، سواء من يوتيوب او من ناس ممكن تدعمك. عشان كده بدات اقلل الشتيمه او اعمل عليها بلور، لان فعلا اللي بيكمل هو اللي بيعرف يضحك الناس من غير ما يدخل نفسه في مشاكل. ايه اكتر عاده يوميه بتعملها مع روتينك؟ والله ما اعرف، انا يومي عشوائي جدا، يعني اللي هعمله النهارده غير اللي هعمله بكره، فانا ما عنديش روتين محدد. هل تعتقد ان يوتيوب اصبح ممل؟ بص بالنسبه لي لا، لاني بحتاجه في كله. حاجه اتفرج عليها وانا باكل موجود، حاجه تسليني 5 دقايق من غير ما اسكرول كتير موجود، حاجه اذاكر عليها الماده، مراجعه ليله الامتحان. هو في الاول وفي الاخر متوقف على انت بتتابع مين، وهل اللي انت بتتابعهم دول بيطوروا من نفسهم وبيحاولوا يخلوا الفيديو جامد ولا لا. هو انت اسود في الحقيقه زي ما في شخصيتك بتاعت القناه؟ ايه يا اسطى ده انت بتربط بالكاركتر اللي انا بستخدمه في شكلي؟ هو في ايه؟
انتوا جايبين هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ بص، اول شخصيه استخدمتها خالص كانت دي، لان كنت محتاج شخصيه اتفاعل بيها مع الناس وخلاص. بعدها لقيت شخصيه تانية بكذا وضعيه من بنترست ويتم تنزيل، واستخدمتها فتره كده. بعدها بقى حبيت يكون عندي شخصيه بتاعتي انا، رسمت شخصيه كده علشان احدد الشكل واخليها قريبه من شكلي او شخصيتي، ووصلت لدي وحطيتها في شات جي بي تي، طلع لي منها نسخ ووضعيات مختلفه. وبعدها حسيت ان الشخصيه مليانه بهرجه على الفاضي، فاضطريت ارسمها من اول وجديد، لان الغباء الاصطناعي مش عارف يغير شكل التيشيرت. ودي النتيجه النهائيه. واللي مخلي الشخصيه لابسه تيشيرت لونه ازرق هو تيشيرت عندي برضه بحب البسه لونه ازرق. العامل المرتبط بين كل الشخصيات اللي انا بستخدمها هو ان كلهم لونهم اسود، وده بسبب ان حبيت تكون الشخصيه غامضه ما فيهاش ملامح كتير. يلا يلا روح ذاكر فيزياء. ربنا يسامحك يا اسطى. هو انت هو في ايه؟ هو انت بتذاكر طول السنه ولا بتلم المنهج ليله الامتحان؟ بين قوسين زنقه الكلاب. ثالثه ثانوي بالذات مش هينفع معاها زنقه الكلاب، لان هي اللي هتزنقك انت والكلاب، وده بسبب انها سنه كامله مش ترم وترم، ومش هتعرف تلم الترم الاول وهتعوض في الترم الثاني، فكان لازم اذاكر من اول السنه. هل انت الشخص اللي كنت تتمنى تكون عليه لما كنت صغير؟ لا. وبس كده يا رجاله، خلصنا الاسئله وخلصنا السنه. لو لسه في سؤال محيرك اكتبه في الكومنتات وانا يمكن ارد ويمكن اطنش حسب المود. المهم انجز دوس لايك وسبسكرايب عشان اجيب التجميعه. ولو عايز تنضم لعيله الزوز الفشيخ اللي مفيش افشخ منه، عندك زرار الاشتراك اهو، وده برضه فيديو متاكد انه هيعجبك لو اتفرجت عليه. سلام.